يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلقة أكلنا. لو أول مرة تشوفينا أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة في السريع. أنا خلاص زهقت من المواعين وزهقت من الحوض وزهقت من الحنفية نفسها كل ما أشوفها أقول لها والنبي مش عايزة أفتحك. فقلت النهاردة أنا هعمل كله في حلة واحدة في السريع كده. هنعمل أكلة ظريفة لطيفة سريعة، وهنعمل كمان طريقة للعصير هتخليه طعم الآيس كريم والأولاد هيقولوا لك كل يوم يا ماما اعمليه. فتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي الآيس كريم الجميل ده أو الآيس كريم العصير ده هنعمله ازاي، وكمان طريقة الرز. أول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا الجميلة دي، وأول لما تسخن هننزل على طول فيها بالمادة الدهنية. انا بحب مع الرز البسمتي بحب استعمل الزيت، انتي بقى عايزه تحطي زبده عايزه تحطي سمنه براحتك خالص. بعد كده هنجيب السجق بتاعنا. بصوا بقى، انا السجق بتاعي بحب جدا اديله صدمه في شويه ميه الاول سخنين، يعني ميه سخنه كده بتغلي انزل فيها بالسجق بتاعي عشان خاطر لو في دهون اي دهون زياده تنزل، ولو في الوان صناعيه برضو تنزل في الميه اللي احنا مش عايزينها. بس الحمد لله انا الجزار اللي بجيب منه عنده ضمير شويه وما بحطش الوان ولا اي حاجه. هديها صدمه في الميه السخنه وهطلعها، وبعد كده ابتدي ان انا اشتغل بيها عادي خالص زي ما انتم شايفين. هديها تحميره حلوه في الزيت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا، عايزه اقول لكم ان هي سهله جدا وطريقه حلوه جدا جدا جدا، حتى لو هتعمليها مع فراخ او هتعمليها مع لحمه تبقى طعمها حلو. بعد ما خلاص خدت اللون الحلو اللي قدامنا ده هنبتدي ننزل بقى بكميه حلوه من البصل وجزرايه مبشوره، وعندي فلفل اخضر وعندي فلفل حامي، بس انا حاطه قطعتين ثلاثه كده عشان الاولاد. هديها تقليبه في السريع زي ما انتم شايفين لغايه لما البصله تدبل شويه اهو زي الفل. تقلبتين كده، واول لما تدبل طبعا اروح بقى اشيل كل الزيت اللي اتطرطش في كل حته على البوتاجاز ده وهجيلكوا على طول. بعد ما شلنا الزيت من على البوتاجاز والبصله دبلت زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا دلوقتي انزل بالرز البسمتي بتاعنا. مش هحرك الرز البسمتي اول حاجه، يعني انا هحطه كده على طول فوق السجق بتاعنا وهسيبه من غير اي حركه. هشيله دلوقتي من على النار علشان ما يتحرقش مني. تمام، بعد كده هروح بقى الناحيه التانية وهجيب كميه الميه اللي عندي. انا في الحله بتاعتي دي وهقول لكم ليه حطيت ناقصه كوبايه. انا حاطه 3 كوبايات رز بسمتي، هحط عليهم 5 من كوبايات من الميه المغليه. البهارات طبعا كاري وكركم وبهارات كبسه، وعندي ملح وعندي حبهان وعندي ورق لورا، وعندي كمان اللهم صل على النبي كنت حاطه ايه يا جماعه. طب عشان متهوش مني، اول حاجه انا ليه شلت كوبايه الميه السخنه عشان حطيت كوبايه من الطماطم. تمام، بشرت طماطمتين كده تقريبا كوبايه، وحطيت كمان كاتشب. الكاتشب بيديها تسكيره حلوه كده ومزازه في نفس الوقت، حاجه كده تحفه يا جماعه. طبعا البهارات احنا قلنا كاري وكركم وبهارات كبسه، وعندي كمان ورق لورا، وعندي مكعب مرقه، وعندي حبهان، وعندي شويه قرفه صغيرين انا بستعمل القرفه البودر. ولو افتكرت حاجه هقول لكم. تمام، انا طبعا كاتبه البهارات على جنب الشاشه اهو. تمام كده تمام. بعد كده هاخد الميه بتاعتنا بالبهارات اللي احنا حطيناها وهنحطها فوق الرز بتاعنا من غير حركه يا جماعه اهو. بس هدخل كده في الرز الميه وهبتدي افتح فتحات كده بسيطه من تحت عشان الميه توصل لغايه السجق تحت. بعد كده هاخد الحلوه دي احطها على النار. اول لما تشرب الميه ولسه فيها كده شويه ميه صغيرين هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها. تمام كده تمام. تعالوا بقى نعمل بقى العصير بتاعنا الجميل. اول حاجه انا عندي هنا فراوله فروزن عندي في الفريزر. انا بعملها ازاي؟ بقطعها واحط عليها شويه سكر واحطها في الفريزر. هنزل عليها بكميه الميه، والكوبايه دي مش هتنفع طبعا، زودي شويه يا ست الكل. بعد كده تنزلي بكميه السكر، تقريبا انا عندي 4 معالق من السكر. عايزه تزودي انت بقى زودي براحتك. بصوا بقى، عندك لبن هتنقصي شويه ميه. انا مكانش عندي لبن بس عندي لبن بودر، هحط تقريبا 3 معالق كبار من اللبن البودر، وهنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه. تمام كده تمام كده زي الفل. وكيس فانيليا يديكي طعم حلو وهيديكي التست بتاع الايس كريم هو والكريم شانتيه. هضرب الحلويات دي كلها مع بعضكم وارجع مع بعض. هضرب الحلويات دي مع بعضها وارجع لكم تاني بس يوم عامل عمايله يعني. ضربناه زي الفل. هوريكم بس الرز خلاص استوى اهو من غير حركه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين. هتجيبي اي صينيه عندك، ما انا بقولك مش عايزه مواعين، احنا هناكل بصوا كله مره واحده كده. تمام، وهتحطيها هتقلبي الرز بتاعنا وما تقلبهوش دلوقتي، سيبيه شويه كده يهدى مع نفسه على جنب، وبعد كده اشيلي الحله بتاعتك. شوفوا بقى العصير بتاعي شكله حلو ازاي، كانه باللبن بالظبط. ما هو فيه لبن بس بودره. تمام، زي ما قلت لكم برضو لو تحطي لبن تنقصي الميه. حطينا العصير بتاعنا الجميل. تعالوا بقى نقلب الرز بتاعنا. يلا
اهو اديله خبطتين كده وهيطلع زي الفل ان شاء الله اهو. زي الفل يا جماعه. الحته اللي عدت دي سيبكم منها، راحت مني مفيش اي مشكله. احنا جينا على المفيد على طول. الرز بتاعنا قلبناه وبقى زي الفل، والريحه كانت عظمه والطعم كان خطير. كمان عندي اهو العصير وشويه بلح طبعا، غسلينهم زي الفل. ويا ريت تغسلي البلح اللي انت جايباه اللي هو الناشف ده، تغسليه كويس جدا وتنقعيه في شويه ليمون، يعني ميه وليمون كده، وبعد كده تغسليه كويس بالميه تاني وتاكليه، عشان تبقى الحاجه نظيفه وظريفه كده ولطيفه وما توجعلكيش بطنك ولا اي حاجه. الوصفه بتاعت النهارده خلاص خلصت، يا رب تكون نالت رضاكم واكون خفيفه على قلوبكم. ولو الفيديو عجبك يا ست الكل، يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفك المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلويات اكلنا مع ندى الحديدي. بحفظ الله ورعايته، مع السلامه.